هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 13 من يناير. وكما عودناكم دوما مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يتابع معكم الزميل أحمد شريف الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من البانوراما الرصدية للمهندس عبد الله الشريف ود الشريف لأحداث العام 2020. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الحكومة الإريترية ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى تيغراي. بيان للخارجية الإثيوبية يتهم السودان بشن هجوم حدودي بإعاز من طرف ثالث. مخاوف في الولايات المتحدة من أعمال عنف مسلحة قبل تنصيب الرئيس الجديد. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أفاد شهود عيان لإذاعة أرينا بأن شاحنات تحمل المئات من الجنود الإريتريين لا زالت تصل بشكل يومي إلى مدن شيري وعدجرات وعدوى، وأن أفراد هذه القوات بدأوا في الإقامة في معسكرات شبه دائمة منذ بدء الحرب في الإقليم في مطلع نوفمبر الماضي، مما يثير أسئلة حول موعد مغادرتهم في ظل ادعاءات بدعم الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في تعزيز الاستقرار والأمن في الإقليم. وتفيد الأنباء من أسمرة بأن وزارة الدفاع وجهت أوامرا سريعة بضرورة عودة كل الجنود الذين يقضون إجازات مرضية أو اجتماعية إلى وحداتهم العسكرية. وتتكتم الحكومة في أسمرة على المشاركة في الحرب في تيغراي، بينما لا زالت الأسر تعلم عن فقدان أبنائها في الحرب بوسائل غير رسمية. قالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها بأن السودان لا زال يشن هجوما على المناطق الحدودية بإعاز من طرف ثالث لم تسميه، وأن إثيوبيا من جانبها حريصة على حل الخلاف بين الجانبين بالطرق السلمية. إلى ذلك قام والي ولاية القضارف الدكتور علي سليمان برفقة أعضاء لجنة أمن ولاية القضارف بزيارة صباح الاثنين الماضي إلى الشريط الحدودي للاطلاع على سير الأوضاع فيها، وأكد دعم ولايته غير المحدود للجيش في حماية البلاد واستعادة أراضي السودان بالفشقة الكبرى والصغرى، وأكد أن السودان لن يفرط في شبر واحد من أراضيه مثل ما فعل النظام البائد. من ناحيته أكد قائد المنطقة الشرقية اللواء ركن أحمدان محمد خير قدرة القوات المسلحة على بسط سيطرتها وتأمين الحدود السودانية، وأضاف أن عمليات القوات المسلحة وعادة الانتشار والانفتاح في المنطقة تأتي في إطار تأمين الحدود السودانية، معربا عن شكر القوات المسلحة لمواطني غور الشريط الحدودي لمساندتها الجيش، مشيرا إلى حاجة مناطق الحدود إلى بسط الخدمات والتنمية من أجل تحقيق الاستقرار وتعمير مناطق الحدود. ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI بأن هناك مخاوف كبيرة من قيام أنصار الرئيس دونالد ترامب بأعمال عنف دامية قبل تنصيب الرئيس الجديد، بينما قال الرئيس المنتخب جو بايدن بأنه غير خائف من أعمال العنف. وبدأت المخاوف تشكل بعدا حقيقيا بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي الحالي الكونغرس، مما يزيد المخاوف هو وجود السلاح بكميات كبيرة في أوساط مؤيدي الرئيس ترامب، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف مسلحة حسب ما تشير المصادر الأمنية هناك. بهذا الخبر مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. الحكومة الإريترية ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى تيغراي. بيان للخارجية الإثيوبية يتهم السودان بشن هجوم حدودي بإعاز من طرف ثالث. مخاوف في الولايات المتحدة من أعمال عنف مسلحة قبل تنصيب الرئيس الجديد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات، وتتابعون هذه المرة الحلقة الثانية من حصاد العام 2020 بقلم الأستاذ البشمهندس عبد الله ود الشريف. مرحبا بكم في إذاعة إرينا الدولية. هذه إذاعة إرينا. شخصيات وإنجازات عظيمة. البرلماني النيوزيلندي الجديد السيد إبراهيم عمر، من ساوى المعسكر سيء السمعة إلى قبة البرلمان النيوزيلندي بخطوات يمكن القول عنها إنها كانت مختصرة جدا، لكنها بالطبع لم تكن سهلة. من مجرد مجند فيما يشبه العبودية الكاملة، ومن عام النظافة في جامعة أصبح واحدا من طلابها ليتخرج فيها ويشق طريقه إلى السياسة ودهاليزها في أرفع درجاتها البرلمان النيوزيلندي. سعي ومسيرة ناجحة أعادت إلى الذاكرة الإريترية تجربة البرلماني السويدي السابق السيد أرها حمدناكا، لتؤكد أن هذه الإنجازات العظيمة لم تكن محض صدفة أو شيء من الحظ الذي يهبط من السماء، بقدر ما هو سعي وعمل جاد وإرادة قوية وإصرار على النجاح. كثيرون هم البرلمانيون الإريتريون في دول المهجر والشتات، لكن تكرار التجربة بتفاصيلها هذه وبما فيها من تشابه شديد وخصوصية تؤكد بأننا حتى وإن كنا في دراساتنا للعلوم السياسية والاجتماعية كأفراد وأيضا كمجتمع إريتري أكاديميا ليست بذلك المستوى من القدر بالمقارنة، إلا أنه يبدو لدينا بعض من الحس والفهم السياسي والخبرة كشيء من موروثنا الثقافي، أو هكذا أظن. ومع السعي والعمل الجاد والإصرار على النجاح نستطيع أن نخلق فرصا حقيقية، وبها نكون جزءا من القوى الفاعلة في البلاد الديمقراطية التي نعيش فيها بالملايين، بدلا من العيش في الظل كما هو الحال مع الكثيرين منا. من هنا تأتي أهمية هاتين التجربتين، وهي مسألة في تقديري تستحق الدراسة والتأمل كما يقول ود الشريف. مبروك سعادة النائب السيد إبراهيم عمر، ومزيد من النجاحات، ويبدو أن الدنيا ما تزال بخير طالما فيها شيء من هذا. الفائز بلقب قلم هذا العام 2020 الصحفي الأستاذ صالح قاضي جوهر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. القاضي جوهر الفائز بلقب قلم هذا العام، وهو لقب يستحقه الرجل بامتياز، ونحن إذ نسلط الضوء على هذه الجائزة وصاحبها ليس لأن صالح قاضي إعلامي نشط يكتب بلغات متعددة في مواضيع يتحسس البعض من أن يقترب منها فحسب، وليس لأن الموقع الذي أسسه الرجل عام 2000 احتفل مؤسسوه في سبتمبر الماضي في ميلبورن أستراليا بمرور 20 عام على تأسيسه، وهو شيء عظيم، بل لأن الموقع والقائمين عليه التزموا طوال هذه المدة، وهي ليست بالقصيرة، بالدقة في نقل المعلومة وبالنزاهة وعدم الاهتمام بالسعي وراء المكاسب السياسية الآنية ورفض الانسياق وراء أنصاف الحقائق، وهي مهمة المثقف كما يقول إدوارد سعيد، أو ما يسمى بالبروباغندا السياسية. وهذه بعض من السمات الكثيرة التي ميزت موقع عواتي من غيره من مواقع قوى التغيير الإريتري، فضلا عن مستوى أصحاب الأقلام المعرفية وخلفياتهم الثقافية السياسية المتباينة، واختلاف رؤاهم في التحليل أحيانا الذي لم يستفد منه في شيء. وهذه ثقافة سياسية متقدمة تكاد تكون غير موجودة في الوسط الثقافي السياسي الإريتري، على الأقل بذاك المستوى المتقدم الذي يعكس قدرا كبيرا من الوعي والاحترام لمبدأ الاختلاف، وهي ظاهرة صحية يجب تأصيلها وتعميقها في المجتمع الإريتري لتكون هي ثقافتنا السياسية المستقبلية. هذه العوامل وغيرها جعلت من عواتي موقعا ناجحا ومتصدرا الصفوف لما يقارب العقدين من الزمان دون منافس، وهو الموقع الذي يحظى باحترام وتقدير شديدين من الجماهير في الداخل والخارج، وبمختلف خلفياتهم السياسية ومستوى ثقافتهم، رغم أنه في اعتقادي هو موقع نخبوي بالدرجة الأولى، وهي مسألة تثير التأمل.
في النهاية نقول مبروك للصحفي الجريء الأستاذ صالح قاضي جوهر، ومبروك لأعواتي الموقع والقائمين عليه، ومزيد من العطاء والنجاحات. هذه إذاعة إرنا. كاتب الشجاعة العالمي الصحفي أمانئيل أسرات، المعتقل منذ العام 2001. الشاعر الناقد ورئيس تحرير صحيفة زمن أمانئيل أسرات فك الله أسره، الفائز بجائزة كاتب الشجاعة العالمي للعام 2020 نقلا عن عدوليس الموقع. أهمية هذه الجائزة المكلفة ليست من كونها في كونها تقدير للعمل الشجاع الذي قام به السيد أسرات فحسب، بل في كون هكذا جائزة عالمية ستسلط الضوء على أهم قضية إنسانية لم تجد من الاهتمام الجاد في رأيي ما تستحقه، باستثناء الجهد الأخير الذي قام به مشكورا الأستاذ أحمد راجي، ألا وهي قضية المعتقلين والمغيبين قسرا لما يقارب 3 عقود من الزمان، وهي عمر الدولة الوطنية للأسف الشديد، فضلا عن أنها ستشكل نوعا من الضغط على الحكومة الإريترية، كما هو حاصل في هذه الأيام مع ملف الصحفي الإريتري السويدي المختفي قسرا داويت ساق، ولعلها تحرك هذا الملف الساكن فتحدث تغييرا ما فيه، وكذلك في مسألة الحريات والديمقراطيات. فك الله أسر السيد أمانئيل أسرات، وفك الله أسر جميع المعتقلين والمغيبين قسرا، اللهم آمين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ما زلتم مع إرنا الدولية في برنامج متابعات، ونرصد من خلال هذه الحلقة ما كتبه الأستاذ ود الشريف. جائزة الشجاعة الصحفية في إفريقيا، إذاعة إرنا الدولية. هذه هي الجائزة الثالثة لإذاعة إرنا الدولية بعد جائزة منظمة وان وورلد ميديا في لندن 2017، وجائزة حقوق الإنسان من وزارة العدل الفرنسية عام 2019. هذا نقلا عن صفحة إذاعة إرنا الدولية. يعني بمعدل جائزة كل عام تقريبا، وهو شيء عظيم. أهمية الجوائز خاصة، هكذا جوائز من جهات رفيعة المستوى رسمية وأخرى أهلية، هو ليس فقط اعتراف بالدور الشجاع وأهمية ما تقدمه إذاعة إرنا فحسب، بل هو حافز قوي ومشجع لاستمرار الإعلام الحر الذي يساهم بالتأكيد في نشر الوعي الثوري لدى الأمة الإريترية، وبالنتيجة في عملية التغيير الديمقراطي أيضا. هذا أمر يستحق التقدير والاحترام للدور الذي تقوم به إذاعة إرنا الدولية والقائمين عليها وجميع وسائل الإعلام الحر، وكذا الأحرار من الإعلاميين الإريتريين. مبروك مرة أخرى إذاعة إرنا الدولية، ومزيد من العطاء والنجاحات. أيلول سبتمبر 2020، عواتي وأحفاده. جاء احتفال سبتمبر العام الماضي مختلفا ليعيد إلى الذاكرة الإريترية مهرجانات أيلول منتصف ونهايات السبعينيات من القرن الماضي وتفاصيلها المحفورة في الأذهان، وأيضا ليؤكد فشل النظام في أسمرة وزبانيته في الخارج لما يقارب 3 عقود وربما أكثر محاولاتهم في تدليس وتزوير حقائق التاريخ ورموزه الوطنية. جاء أيلول العام 2020 متميز ليتصدر المشهد السياسي فيه الدكتور كرار حامد إدريس عواتي وأبناؤه أحفاد عواتي الزعيم الوطني الشهيد، في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها في عهد الدولة الوطنية، وفي مشهد أقل ما يقال عنه إنه كان تأكيدا بأن عواتي الزعيم ليس أسطورة من صنع الخيال كما يحاول البعض أن يصوره، بل هو رجل عاش بين الناس، عرفه الجميع وعرف تفاصيله وحفظها جيدا، وله عائلة وأولاد وكذلك أحفاد ناجحون. وإن تمييز عواتي الزعيم عن الآخرين حينها فقد كان هو الفارس رجل المرحلة الذي صنع التاريخ. الأبطال لا يموتون،
حتى وإن رحلوا. وعوات الزعيم موجود فينا بإنجازاته العظيمة، وموجود في شخص الدكتور كرار عواتي الذي واصل المسيرة بشجاعة ومسؤولية وصبر، وموجود في أحفاده الذين سعدنا بمعرفتهم وسعدنا أكثر بنجاحاتهم التي هي في الحقيقة امتداد لنجاحات وإنجازات بدأها الفارس البطل الزعيم الشهيد حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر، ومن قبله مرورا بالدكتور كرار حامد إدريس عواتي الذي حقق مستوى أكاديميا رفيعا، ثم الأحفاد ونجاحاتهم الأكاديمية العظيمة. وما يزال عطاء عواتي الزعيم مستمر جيلا بعد جيل ولو كره الكارهون. رحم الله الشهيد الزعيم عواتي، ورحم الله شهداء الثورة الإريترية الأبرار. هذه إذاعة إرنا. شخصيات وجهود عظيمة ومقدرة. ملف المعتقلين والمغيبين قسرا. المثقف المسؤول أحمد راجي. الأستاذ أحمد راجي لمن لا يعرفه هو مثقف مسؤول، ومن القلائل في الوسط الثقافي السياسي الإريتري الذين يعملون بهدوء وصمت في نشر الوعي، وأيضا في مسألة التوثيق، حيث غياب دولة المؤسسات وغياب العمل المؤسسي في هذا الزمن الذي أقل ما يقال عنه إنه زمن عجيب، زمن تحول فيه العمل السياسي إلى ما يشبه الزار السياسي كما يقال، والسياسيون إلى نشطاء الليلة الواحدة إذا صح هذا التعبير، لا التزامات حزبية تنظيمية ولا عمل مؤسسي يتطور بالممارسة. في هذه الأجواء الاستثنائية آثر الأستاذ أحمد راجي بأن يكون هو ذاكرة للأمة، فاهتم بالتوثيق لمسيرة هذا الشعب ونضالاته وبطولاته وأحداثه ورموزه الوطنية ثورة ودولة. تميزت صفحة الأستاذ في الفيسبوك عن غيرها، فهي أشبه بمكتبة صغيرة فيها كثير من الصور لمدن وشوارع وأزقة تاريخية تحمل حكايات وعبق قديم للبلاد وناسها، وأيضا العديد من التسجيلات لأحداث وبطولات مهمة في التاريخ الإريتري الحديث، ووثائق ودراسات يمكن أن تكون مرجع للمهتمين والباحثين. وهذا ما يميز السيد راجي عن الآخرين، فضلا عن أنه يبدو بداخله فنان صغير، أو هكذا يظن ود الشريف. وكعادة الأستاذ وهو المعروف بالتميز أي راجي، قام بجهد كبير وعظيم هذا العام 2020، وهو توثيق يكاد يكون الأول في تفاصيله ودقته لأهم قضية سياسية إنسانية في مرحلة الدولة الوطنية لم تنل من الاهتمام القدر الكافي الذي يرقى إلى مستوى عزائم الكبار، ألا وهي ملف المعتقلين والمغيبين قسرا في سجون النظام، الذي شمل النساء والرجال والشيوخ وحتى الأطفال في سابقة فريدة وخطيرة جدا. ولأن السيد راجي عطاءه دائما مندفق ومتدفق، ها هو نراه هذه الأيام يجمع المعلومات والتفاصيل لتوثيق آخر جديد لا يقل أهمية عن الأول، وهي سلسلة المذابح التي ارتكبها العدو الإثيوبي التاريخي في حق الشعب الإريتري البريء ل3 عقود وأكثر، بدءا بعونة وبسكديرة والقائمة تطول. التوثيق بشكل عام للأحداث وناسه مسألة مهمة جدا، من كونها تخدم البحث العلمي من ناحية، وهي أكبر إشكالية وتحدي يواجهها دائما البحاثة والدارسون الأكاديميون الإريتريون وغيرهم. ومن ناحية أخرى التوثيق لمثل هكذا جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة البشرية له أهمية وضرورة خاصة، منها ما هو قانوني وآخر سياسي، وهذا الأخير هو الذي ما لم يتنبه إليه نظام أسمر منذ البدايات بجهل أو بغيره، مثل مسألة بادمة أيام الاستفتاء وغيرها. المسألة القانونية هي أن مثل هكذا جرائم كما هو معلوم لا تسقط بالتقادم، والتوثيق لها شيء مهم جدا،
هكذا دائما يقول سعادة المستشار السيد عبد الله خيار، الذي نتمنى له الصحة والشفاء العاجل إن شاء الله. أما الجانب الآخر وهو سياسي، حيث الاعتراف أولا ثم الاعتذار الرسمي وفي العلن عن كل الجرائم التي ارتكبتها الدولة الإثيوبية الإمبراطور الدرج الوياني، أهمية هذا يكمن فيه، أي أهمية ذلك يكمن فيه أولا أنه حق مشروع لأهالي الضحايا، ثانيا ينفي مسألة التشكيك والشكوك حول شرعية الاستقلال التي نسمعها بين الحين والآخر، ليس من مجرد أفراد يجلسون في مقهى في وسط البلد أو في حالة رديئة في أطراف العاصمة أديس أبابا، بل نجدها تصدر من مسؤولين وقادة وصناع رأي عام يشككون أحيانا ويهددون تارة. ونقول للذين ينشدون السلام والحب، الحب والسلام شيء جميل، لكن في هكذا أجواء سياسية لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا حب ولا علاقات طبيعية، وهي مسألة ضرورية جدا في رأيي كما يقول ود الشريف، لكن في ذات الوقت محاولة تجاهل الاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها في تقديري هو وهم، لأن الذاكرة ما تزال حية. ونحن هنا إذ نشير إلى هذا الجهد العظيم وغيره نحاول من خلاله ترسيخ ثقافة التقدير والإعجاب والتعبير عنه بوضوح وفي العلن دون تحسس أو خجل، وهي ثقافة جميلة تكاد تكون معدومة عندنا، ولهذا نقولها من هنا بكل وضوح وصراحة: نحن نقدر جهدك العظيم ونحترم عطائك المتدفق، ونقول لك شكرا أستاذ أحمد راجي المثقف المسؤول. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الحركة الطلابية وملف جامعة أسمرة للمهندس موسى رمضان عوى الخير. ذكر الكاتب الأكاديمي فتحي عثمان في كتابه الأخير من الثلاثية الذي صدر العام الماضي تحت عنوان الشرعية السياسية، التطور والتاريخ، ذكر أن التعليم الحديث في الفترة الإيطالية كان غائبا، وإن وجد كان بائسا إلى أبعد الحدود، بالتالي لم ينتج نخبة حاسمة مؤثرة وصحافة ومجتمعا مدنيا وطبقة عمالية بروليتاريا كما كان الحال في السودان المجاور. وبالنتيجة يقول الكاتب فتحي إن التعليم البائس في إريتريا في تلك الفترة كان له دور سلبي في تشكيل ملامح الحركة الطلابية الوطنية ومحددات التفاعل السياسي في إريتريا منذ الأربعينيات حتى اليوم. أشرت إلى هذا المقطع يقول ود الشريف كمدخل، لأنه لا يمكن الحديث عن حركة طلابية بعيدا عن التعليم والمدارس والطلاب وتفاصيلهم، وأيضا لتوضيح أن الحركة الطلابية الإريترية بدأت متأخرة نتيجة لتأخر التعليم في إريتريا الذي كان سببه موقف الاستعمار الإيطالي، وبالتحديد فرناندو مارتيني مهندس الاستعمار الإيطالي العنصري وتصوره للتعليم في إريتريا، وأيضا لتخلف التعليم في إثيوبيا التي ارتبطنا بها فيدراليا ثم استعماريا واغتصابا للأسف الشديد. ويقال في العام 1952 حيث بداية المرحلة الفيدرالية لم يكن في إريتريا كلها من يحمل شهادة جامعية باستثناء شخصين، أحدهما أصبح حاكما للبلاد حسب قول الدكتور السفاو في حديثه مع الريسات. لهذا يمكن القول إن التعليم الثانوي في إريتريا بدأ في أسمرة بمدرستي لؤلؤ المكنن وهيلة سلاسة في منتصف الخمسينيات، ومن هنا أي من هاتين المدرستين بدأت الحركة الطلابية في الداخل في أواخر الخمسينيات، ونتيجة للأجواء العامة السياسية في البلاد حينها أخذت الحركة الطلابية في حراكها طابعا سياسيا أكثر منه نقابيا طلابيا. من هنا تأتي أهمية الحركة الطلابية وقادتها في الداخل والخارج، ودورهما في نشر الوعي بالقضية الوطنية على المستويين المحلي والدولي، وأيضا في تطور العمل السياسي الثوري وبالتحديد الكفاح المسلح. في هذا الشأن كتب المهندس موسى عوى الخير العام الفائت عن الحركة الطلابية في الداخل ملفا كاملا تحت عنوان جامعة أسمرة التي فرت من قسورة، في أكثر من 25 حلقة تحمل تفاصيل كثيرة جدا عن تاريخ وبدايات الحركة الطلابية في الداخل وتطورها وتأثيرها على العمل السياسي وبالتحديد على الكفاح المسلح،
وارتباطها بالحركة الطلابية الإثيوبية في جامعة أديس أبابا التي تكونت مؤخرا في منتصف الستينيات. وكان الطلاب الإريتريون جزءا أصيلا من الحراك الطلابي في جامعة أديس أبابا حينها، كما تحدث عن انتصارات وانكسارات هؤلاء وأولئك واختلافاتهم حول القضية الإريترية كقضية وطنية خالصة ليس لها علاقة بالمظالم في إثيوبيا، وتفاصيل أخرى كثيرة ومهمة جدا، خاصة ما يتعلق بالدارسين والباحثين عن تاريخ الحركة الطلابية الإريترية، البداية، التطور، النهاية. سيداتي سادتي، مضطرون أن نتوقف هنا لأن زمن الحلقة قد انتهى، ونقول في ختام هذه الحلقة شكرا للأستاذ عبد الله ود الشريف على رصده المعتاد دائما والرصد المتميز، وقد قدمنا لكم جانبا منه أي العام الفائت 2020 كيف رصده. نلتقيكم في الحلقة الثالثة من الرصد السنوي الأسبوعي المقبل، أي نلتقيكم في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. كنت معكم في التقديم أحمد شريف، وتقبلوا تحيات زميلي العزيزين فتحي عثمان وبنيام سيمون وفريق العمل في إذاعة إرنا الدولية من باريس. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. الحكومة الإريترية ترسل المزيد من التعزيزات إلى العسكرية إلى تيغراي. أفاد شهود عيان لإذاعة إرنا بأن شاحنات تحمل المئات من الجنود الإريتريين لا زالت تصل بشكل يومي إلى مدن شيري وعدجرات وعدوى، وأن أفراد هذه القوات بدأوا في الإقامة في معسكرات شبه دائمة منذ بدء الحرب في الإقليم في مطلع نوفمبر الماضي، مما يثير أسئلة حول موعد مغادرتهم في ظل ادعاءات بدعم الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في تعزيز الاستقرار والأمن في الإقليم. بيان للخارجية الإثيوبية يتهم السودان بشن هجوم حدودي بإعاز من طرف ثالث. قالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها بأن السودان لا يزال يشن هجوما على المناطق الحدودية بإعاز من طرف ثالث لم تسمي، وأن إثيوبيا من جانبها حريصة على حل الخلافات بين الجانبين بالطرق السلمية. مخاوف في الولايات المتحدة من أعمال عنف مسلحة قبل تنصيب الرئيس الجديد. ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي ال FBI بأن هناك مخاوف كبيرة من قيام أنصار الرئيس دونالد ترامب بأعمال عنف دامية قبل تنصيب الرئيس الجديد، بينما قال الرئيس المنتخب جو بايدن بأنه غير خائف من أعمال العنف. وبدأت المخاوف تشكل بعدا حقيقيا بعد اقتحام أنصار الرئيس ترامب الكونغرس الأمريكي، ومما يزيد المخاوف هو وجود السلاح بكميات كبيرة في أوساط مؤيدي الرئيس ترامب، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف مسلحة حسب ما تشير المصادر الأمنية هناك بذلك. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف وتحيات محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.